في فجر التاريخ، وعلى ضفاف نهر لا يعرف التوقف، ولدت واحدة من أعظم حضارات البشر، حضارة استطاعت أن تحول الرمال إلى قوة، والنيل إلى حياة، وصمت الصحراء إلى أعظم حكاية سطرتها الإنسانية. هنا كانت بداية يوم جديد في عالم المصريين القدماء. رجال يستيقظون مع أول ضوء، يحمل كل واحد منهم هدفا واضحا: بناء مجد يدوم لآلاف السنين. داخل المدن القديمة كانت الحياة تتحرك بنظام مدهش، أسواق وحرفيون وكهنة، كل فرد فيهم يعرف دوره بدقة، فلا شيء في هذه الحضارة كان عشوائيا. كل حركة كانت جزءا من منظومة عظيمة، وفي الورش الصغيرة سخرت الأيادي لتشكيل الحجر والخشب. هنا صنعت الأدوات، وهنا نحتت التفاصيل التي لا تزال تبهر العالم حتى يومنا هذا. أما داخل المعابد فقد كان القدسية تلامس الحجر نفسه، ضوء المشاعل، رائحة الزيت، خطوات الكهنة، كل لحظة داخل هذه الأماكن كانت تحمل معنى يتجاوز الحياة اليومية. وفي الخارج كان العمل الحقيقي يبدأ، حركة لا تتوقف، رجال يسحبون كتلا حجرية ضخمة، وعلماء يرسمون الخطط على الرمال بدقة هندسية مذهلة. بهذه العقول وبقوة هذه السواعد قامت الأهرامات. وعندما تهدأ الشمس وتتحرك القوافل عبر الصحراء، كان المصري القديم يمتلك معرفة بالطرق والنجوم، فالسماء بالنسبة له ليست مجرد منظر، بل خريطة تحدد اتجاهاته ومستقبله. وفي الليل تحت أضواء النجوم تأمل المصريون الكون، راقبوا حركة الكواكب ووثقوا أسرار السماء، ومن مراقبتهم تلك ولد علم الفلك الذي لا يزال العالم يستند إليه حتى اليوم. وفي المكتبات القديمة تحفظ الحكمة، برديات وعلوم وتاريخ، جمعها رجال أدركوا أن المعرفة هي الطريق الوحيد للخلود. وفي قلب المعابد كانت الطقوس تعلن عن وحدة الشعب، رجال يتحركون بتنظيم مهيب، دخان البخور يرتفع والهدوء يملأ المكان، مشهد يختصر الروح الحقيقية لهذه الحضارة. ومع حلول الليل ترتفع الأهرامات شامخة تحرسها السماء، ويحيط بها صمت عظيم، كأنها تقول للعالم: هنا صنع الإنسان شيئا لا يموت، هنا ولدت الحكاية التي ستظل تروى ما دام هناك من ينظر إلى النجوم.